مساء الخير بتوقيت دمشق. الحقيقة أنا ما أعلنت على هذا اليوم إنه أنا بدي أطلع لايف، لأنه حماسي بعد ما سمعت خطاب آه، خطاب رئيس الشرع كان كان كتير قوي. أول مرة بنسمع هيك خطاب. أنا حانتظر شوي يمكن لحتى يجمعوا أصدقائنا على الفيسبوك. آه، أنا طالعة بس لحتى أحكي مشاعري. ما بعرف إذا الكل بيشاركني فيها ولا ولا مؤخره. كمان ما بيهمني، وقت بطلع بعبر عن حالي وبعبر عن نفسي وبحكي رأيي. بيهمني النقد البناء أكيد. إذا حدا عنده أي نقد أو أي فكرة بناءة يتواصل معي إمتى ما بده، يقول لي أنت غلطتي أو أنت حكيتي أو أنت قلتي. أي إنسان بيشتغل بالشأن العام لازم يعرض حاله ويعرف حاله إنه هو معرض للنقد. بس المباشر اليوم بده يحكي على خطاب الرئيس الشرع. نحن كسوريين ما كنا، أنا ما بعرف من وقت إني خلقت طبعا، ومن وقت اجت الناس وولدت واجيال طويله ما لنا معودين على انه يكون لنا قائد. قائد بمعنى القائد الحقيقي او الرئيس يلي خايف على اهله وخايف على شعبه وخايف على بلده. لليوم، اليوم هو عيد حقيقه. عيد امبارحه وقت استلم الرئاسه، طبعا هو عم يقول مرحله انتقاليه، لكن بعد منا الشعب السوري هو اللي حيقول كلمته. واليوم الخطاب المختصر المفيد اللي حيا فيه الشعب السوري كله، اللي حكى عن الثورة العظيمة اللي هي أعظم ثورة بتاريخ البشرية. أنا برأيي ثورة حتغير وجه الشرق الأوسط كله، مثل الثورة الفرنسية ما غيرت وجه أوروبا. لكن وجه الشرق الأوسط غير وجه أوروبا، لأنه إلنا معاييرنا وإلنا عاداتنا وإلنا تقاليدنا وإلنا عرفنا. حالة نادرة على فكرة. سوريا ثورتها كانت ثورة نادرة ما بين الثورات الأخرى، وشفتوا أنتوا شو صار بالثورات الأخرى وبالربيع العربي. بما معنى صبرنا ونلنا، الحمد لله صبرنا ونلنا. وهنيئا للشعب السوري كله، هنيئا بالقائد الجديد، وهنيئا بالحرية، وهنيئا اليوم بهالخطاب وقت بيقول أنا لست حاكم أنا خادم. هذا اللي كنا نحن عم نطلع له، هذا اللي نحن بنعرفه، هذا اللي كل السوريين طبعا طلعوا وتعرفوا على إنه المسؤول بأي دولة تحترم حالها هو بيكون خادم للشعب. وقت الشعب بيطلع كان مظاهرات بأي دولة محترمة بتسقط الحكومة كلها، خاصة إذا كان عم يسأل فيها على لقمة العيش والحياة الكريمة. إحنا كنا نطلع مظاهرات لنمدح، نطلع مظاهرات غصبا عنا. أنا وقت كنت صغيرة بتذكر كانوا ياخذوني مشان حافظ الأسد أعطيه بوكيه ورد ووقف قل له بالروح بالدم. اختلفت القصة، قلبت. صار عنا رئيس محترم، صار عنا رئيس عم يحكي لنا إلنا أنا خادم إلكم، أنا مالي حاكم. صار عنا رئيس بده يدير البلاد ويرفع من شأن المواطن السوري. هو حكى بأكثر من لقاء بده يرفع من قيمة الليرة السورية، بده يرفع من قيمة الباسبور السوري. يا ترى نحن كمواطنين سوريين شو بنقدر نقدم؟ وحكى بخطابه أنا بدي جهود الجميع، بدنا نعمر سوريتنا، بدي جهود الجميع بالداخل وبالخارج. بالداخل والخارج مهما كان الجهد بسيط. كان في عنا مثل بيقول حصوة بتزنق جرة. الحصوة بتزنق جرة كبيرة، بتزنق صخرة كمان. شو ما كان لازم تحسوا حالكم جزء من هالبلد العظيم. لازم تفتخروا انه انتم اليوم حققتوا انجاز عجز عليه العالم كله، انتصار الثورة. حكى عن امهات الشهداء، حكى عن الثكالى، حكى عن المعتقلين، حكى عن كل شيء. قال هدول كلهم هن سبب نصر الثورة. ما عم يعزي النصر لحاله لنفسه، عم يعزيه لكل السوريين. وهذا طبعا الشيء الطبيعي. السوريين اللي صبروا، اللي تهجروا، راحت بيوتهم وراحت اموالهم. هذا القائد الحقيقي. كنت دائما اقول على فكرة ايام المعارضه وهالشغب هذا كله والفوضى اللي صارت، كنت اقول نحن السوريين نحتاج الى قائد.
نحتاج إلى قائد يخطب فينا، نحس بقيمتنا، يحسسنا إنه نحن مهمين، لأنه كان النظام السابق يعاملنا كصراصير، كرعاع، مزرعة وفيها شوية حيوانات بيتصرف فيهم مثل ما بده. مبارك للسوريين، صار عندكم رئيس، عندكم قائد بيعرف شو يحكي، له قيمته قدام الناس والعالم، قارئ للتاريخ، ما ورث السلطة عن أبوه، قائد متواضع. أنا برأيي جدا متواضع. يعني أنا كلمة أحيانا بحس يا سيادة الرئيس يمكن انزعج منها. أرجوكم، احتفالات لا بقى تقولوا بالروح بالدم، لا بقى تقولوا بالروح بالدم، ما بتوقع هو بحبها. لازم نقول شو بدنا نعمل، كيف نقدر نساعدك يا سيادة الرئيس، كيف بنقدر نقدم ولو شيء بسيط. نحن بنعرف انه حنمشي معك مسيرة طويلة لنعمر بلدنا من اول وجديد، لكن بنقدر نعمل كتير. كل السوريين بأي بلد راحوا لها رفعوا راسنا فيها، بأي بلد راحوا لها نشلوا الاقتصاد تبعها، وهلأ اجى الوقت لحتى نشتغل ببلدنا. شو ما كان الشغل بتقدر تعمر بلدك، إن شاء الله بدهن حيط أو رصيف، أو تكب زبالة، أو تقول لهم للناس لا تكبوا زبالة بالأرض. هي بلدنا، سوريا رجعت لكم، ما عادت لبيت الأسد. أنا كتير متحمسة بعد ما سمعت الخطاب، وبتمنى هدول اللي بيعلقوا واللي بيحكوا وقال العدل والشورى معناتها حيعملها أفغانستان وحيعملها دولة إسلامية. العدل، كل أنبياء الأرض اجوا ليرسوا العدالة الاجتماعية، لأن الله هو العدل المطلق. والشورى تعني ديمقراطية. وشاورهم في الأمر، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، ومع هيك قال له رب العالمين وشاورهم في الأمر. فالشورى هي الديمقراطية. أنا على فكرة دارسة كتير شريعة، هلا بدهم يقولوا لي شيخة ميساء عم تعطي مواعظ، لا، أنا دارسة وقارئة للقرآن الحمد لله، وعرف بعرف ديني كتير منيح، وربيت أولادي عليه. منشان هيك حسيت اليوم بالصدق اللي هو عم يحكي فيه، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حطيت بوست على الفيسبوك، من هارب إلى رئيس، ومن رئيس إلى هارب. كان أحمد الشرع من الهاربين، لأنه كان عم يناضل مشان القضية السورية، هلأ أصبح رئيس سوريا. الصدق هو اللي بيوصل الإنسان، النية الحقيقية هي اللي بتخلي الإنسان يحقق الأهداف اللي بده إياها، مو الزعبرة ولا الكذب. حتى رب العالمين قال له للرسول عليه الصلاة والسلام وكن مع الصادقين. منشان هيك هو بيثق باللي حواليه، وكان معه صادقين. خلينا نفرح اليوم كلنا. إذا حدا بيشوش عليكم إسلامية وقال شورى وقال، لا تهتموا، مشي مع لجان قانونية، والكل كان عم يطالبوا الغي الدستور والغي الأحزاب وحل الهيئة وحل الفصائل من شان نعمر دولة. وهذا اللي عمله. انتم ما بتعرفوا قديش صعب انكم توحدوا فصائل عسكرية، ناس معها قوة ومعها مال، بدك تقلي لهم تخلوا عن هالمال وتخلوا عن هالقوة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ب 23 سنة قدر يقلب قدر يقلب الجزيرة العربية لدين الإسلام ب 23 سنة، بوقت قصير كتير يعتبر، قلبها 180 درجة. اللي كان عم يشتغل عليه بإدلب كنا احنا مو شايفينه، كان بصمت، الناس كلها عم تتهمه، كانت القذائف عم تنزل وهو عم يشتغل ويتابع ويصرف جهد ووقت لحتى وصل. إذا أنا برأيي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بدنا ندعي له بالثبات، بدنا نساعده ونعينه. هو لنفسه اعترف وقال مسؤولية كتير كبيرة، لأنه بيخاف الله. مو مسؤولية لما أصير رئيس يلا بدي أعطي أوامر وبدي انتصب هيك على الكرسي واشتري جك واركب سيارات وعندي. إنه هيك على فكرة كانوا قادة الفصائل للأسف. يعني أنا كنت أقول ثورة منافيخ، كلهم منافيخ. فتغير أنت بدك تجيب هالمنافيخ هيك وتوحدهم كلهم مع بعضهم، تشبكهم ويوافقوا ويقبلوا. لكن أكيد عاطيهم دور، وأكيد قدران
يوصل رسالته لإلهم. بتمنى الكل يلف حواليه، من قادة فصائل للشعب كله، لكل مين بيخاف على سوريا وعلى الوطن، التفوا حول رئيسكم وعطوه فرصته، لأنه أنا برأيي صادق، الصادق اللي بيوصل صوته، والصادق اللي الله بيوفقه، والصادق اللي بيوصل لهدفه. وقت بتقروا رسالته بتعرفوا إنه من وقت كان صغير كان عم يركض لحتى يرفع الظلم عن المظلومين، بغض النظر لوين انتسب ولوين راح ولوين اجى. كان مع القاعدة بعدين انتقل. الإنسان بيتغير، لكن من الأساس كان همه نصرة المظلوم، وعرف إنه الشعب السوري كله مظلوم. ادعوا له بالسداد، ادعوا له بالتوفيق، وكلكم حطوا إيديكم بإيدين بعض يا سوريين. سوريا بخير وأهلها بخير. ما بتصدقوا أنتوا بعد ما أطلقت إنه أنا بدي أعمل مبادرة العيادة الخضراء لمعتقلين سيدنايا، كمية المسجات والرسائل اللي إجتني، كل الناس بدها تساعد، كل الناس بدها تساعد. أطلقوا مبادراتكم، حطوا إيديكم بإيدين بعض، وتعالوا نعمر سوريا. مبروك لكم، مبروك للسوريين كلهم، مبروك الرئيس الجديد والقائد الجديد. خلينا وراه، خلينا وراه. لا تنتبهوا للتشويش، وأي فيديو طائفي أو حاقد طبعا بده كل الناس. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عملوه شاعر، وعملوه كذاب، وعملوه مجنون. ولا تهتموا، أرجوكم لا تحاولوا تشاركوا هدول الفيديوهات، لأنها هي للتشويش فقط ولجمع الإعجابات وللعلاك. أرجوكم خليكم دائما بمحل المسؤولية، خليكم دائما عم بتشاركوا الشيء الإيجابي. بدنا نعمر سوريا. Let's make Syria great again. مبروك للجميع، يعطيكم العافية. ويا ريت نحن ما عم نطبل ولا عم نزمر، نحن بدنا نشتغل، بدنا نشتغل. هلأ صار وقت العمل. ولاحظوا الآيات القرآنية كلها بتقول الذين آمنوا وعملوا، وعملوا العمل، وربنا حيوفقنا إن شاء الله، ولحترجع سوريا عظيمة مثل ما كانت. يعطيكم العافية. إن شاء الله بفيديوهات قادمة بإذن الله.